فمالك بن نبي لم يوفر حلولا لمشاكل الدول، كان يهتم بمشاكل الحضارة. مالك بن نبي لم يهتم ببناء الدولة، بل كان يهتم ببناء الحضارة الإسلامية عن طريق بناء المسلم، عن طريق بنائك أنت. ولهذا فمالك بن نبي كان يهدف إلى بناء النخبة الإسلامية، بناء المسلم الذي يمكنه أن يجد الحلول لبلاده بما يتوافق مع مشاكل عصره. كان يهدف إلى بناء النخبة التي تفكر في الحلول. ولذلك نهار تقرأ المالك بن نبي لا تقرأ بنية إيجاد حلول جاهزة، فأنت لن تجدها، وإنما اقرأ بنية بناء نفسك. مالك بن نبي قدم أفكارا للمسلم كي يطبقها على نفسه في مشواره الفكري، وليس لكي يطبقها على المجتمع. ولذلك عندما تسأل لماذا لم يتم تطبيق أفكار مالك بن نبي، اسأل نفسك أنت لماذا لم تقم بتطبيق أفكار مالك بن نبي على نفسك. مالك بن نبي يعطيك الأدوات لكي تصبح من النخبة الفعالة في المجتمع. أفكار مالك بن نبي لا تطبق في الدول وفي المجتمعات، بل تطبق أولا على الصعيد الفردي. ولذلك عندما تقرأ لمالك بن نبي تذكر بأن مالك بن نبي يخاطبك أنت ويريدك أن تكون من